منذ أن بدأت قبل نحو شهر لم تحدد خطا زمنيا لتنفيذ أهدافها، ولكنها وضحت خططها وسير عملياتها يوما بعد يوم. عاصفة الحزم، وبعد أن حققت أهدافا استراتيجية كما يقول قادتها، ها هي تدخل مرحلة جديدة من العمليات. فتحركاتها خلال الفترة المقبلة ستركز على محاور عدة، أبرزها تعطيل تحركات ميليشيا الحوثيين على الأرض. أصبحت حركتهم بطيئة الآن. أي تحرك من أي نوع يهدف به تنفيذ عمليات، إدامة عمليات، سوف يستهدف على التو من قبل القوات الجوية للتحالف. عرقلة حركة الحوثيين على الأرض تستوجب العمل جنبا إلى جنب مع اللجان الشعبية من خلال تبادل المعلومات أولا، ومن خلال تقديم الدعم اللوجستي لها، الأمر الذي أوجد تغيرا ملحوظا على الأرض خلال الفترة الماضية، وساهم في تراجع قوات صالح ومسلحي الحوثي على بعض الجبهات. وربما تزايدت أهمية اللجان الشعبية في الآونة الأخيرة بعد الإنجازات التي حققتها من جهة، وبفضل التفاعل الشعبي والقبلي معها الذي دفع بالكثيرين للانضمام إلى صفوفها. ولكن السؤال المطروح: كيف يتم التنسيق بين قوات التحالف وهذه اللجان؟ فبحسب مصادر مطلعة يقال إن الحكومة اليمنية تلعب هذا الدور، وتعد وحدة القيادة الرئيسية في التنسيق بين الطرفين لتحقيق الخطط العسكرية المراد تنفيذها. فبعد أن حقق تحالف عاصفة الحزم إنجازات في هذه المعركة على صعيد الغارات الجوية والعمليات البحرية، يبقى الهاجس الأكبر هو تدمير الذخيرة والسلاح التي بحوزة الحوثيين. ففي الوقت الذي يتم تدميرها من خلال عمليات القصف، تقوم اللجان الشعبية بالكشف عن مواقع أخرى من خلال عمليات التفتيش. وإذا كان الجانب الميداني وشل حركة الحوثيين من أهم خطط تحالف عاصفة الحزم، فلن نغفل الجانب الإنساني الذي سيركز كذلك على حماية المدنيين ودعم عمليات الإجلاء والإغاثة. وقد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض لتسهيل هذه العمليات والوصول إلى الموانئ والمطارات بكل سهولة وبأسرع وقت. أعمال الإغاثة هذه ستتم فقط من خلال قيادة التحالف، ولا يحق لأي جهة داخل اليمن إعطاء تصريح لأي طائرة للتوجه إلى المطارات اليمنية إلا من خلال قيادة التحالف، منعا لأي تجاوزات أو أخطاء.